ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده بقى الكسكسي الجامد اللي انتوا شايفينه ده. هناكله بسكر، طعمه روعه طبعا عليه الفانيليا والجوز هند. اللي مش بيحبه بسكر يقدر يعمله بشوربه، مفيش اي مشكله. الكسكسي بتاعنا بجد يتاكل من غير اي حاجه. هنشوف بقى الطريقه اللي انا اتعلمتها من جدتي وجدتك. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. معانا في الوصفه بتاعتنا كيلو دقيق او اي كميه دقيق انتي عايزاها. الدقيق انا نخلته وحطيته في طبق غويط زي ما انتوا شايفين. والميه بتاعتي بقى هحط ميه عادي من الحنفيه وفيها شويه ملح صغيرين، ذره ملح، وهبدا بقى ارش كده زي ما انتوا شايفين بايد، وابدا اقلب بالايد التانية. هنبدا نرش، كل ما هنرش ونقلب بس بنرش خفيف قوي، ما نخليش العجين بتاعنا او الدقيق بتاعنا يعمل كلاكيع. تقدري تستخدمي بخاخه نظيفه جدا هتساعدك وتبقى حلوه قوي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هفضل كل ما ارش اقلب الدقيق، علشان المفروض انا ما اخليش ولا دقيق باين وكله يبقى زي ما هتشوفوه معايا. تابعوني بقى في الفيديو علشان التريكات اللي هتبان معاكم ديت لازم تعملوها بالظبط عشان يطلع معاكم احلى كسكسي بطريقه جدتي وجدتك بالغربال. تقدري طبعا تستخدميه بالخلاط، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم وصفه ازاي نعمله في الكبه او في الخلاط، علشان الناس اللي مش بتحب تشتغل او ما عندهاش غربال ايام زمان. فانا بالنسبه لي اي وصفه واي شغل بطلعه بعمله بالغربال. تمام، بس برضو هوريه لكم ازاي تعمليه بالكبه ان شاء الله من غير اي حاجه. شفتوا بعد ما خلصنا الكميه حسيت ان هو محتاج كمان شويه ميه، والمفروض هو كله هيبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هديله كمان بقى شويه ميه كده ونبدا نعمل الخطوه اللي بعد كده. قلبته بقى كده تمام جدا، شايفين اهو كده. الكسكسي بتاعي برضو حاسه ان لسه فيه دقيق، المفروض ما احسش انه فيه دقيق خالص عشان ابدا ابرم الكسكسي بتاعي زي ما كانوا بيقولوا زمان، علشان خاطر ما يبقاش فيه اي كلاكيع او اي دقيق ويبقى كله حته واحده. تمام، طبعا الكبه بتسهل عليكي كل الموضوع دوت انا عارفه، او الخلاط مش الشفشه، الخلاط طبعا الكبه او المطحنه. تمام كده، خلاص بقى هبدأ امسكه بقى بالراحة كده ما بين ايديا زي ما انتوا شايفين، بالراحة خالص، وابدأ اضغطه ما بين ايديا. تمام، لحد ما احس ان لون الدقيق بتاعي اتغير وما بقاش لونه ابيض ولونه اتغير بقى مصفر شوية كده. كده دليل ان الكسكسي بتاعي ناجح وما فيهوش دقيق خالص. هبدأ زي ما انتوا شايفين كده بقى هدي كل الضغطات كده بين ايديا. تمام، طبعا تقدري تعملي في حاجة اوسع، انا بالنسبة لي بحب اعمله في الطبق الغويط الكبير ده علشان خاطر ما بهدلش الدنيا حواليا. هبدأ زي ما انتوا شايفين بالراحة اهو من غير اي حاجة خالص، وما بياخدش معايا وقت. اخلصه بقى كله وهوريكم شكله بعد ما خلص، وده شكله بعد ما خلصته. تمام، هبدأ بقى في المرحلة دي اجيب الغربال بتاعي واحطه. تقدري طبعا لو انتي ما عندكيش غربال وعملتيه بايدك، تقدري بقى في المطحنه بتاعه الخلاط تقدري ان انتي تعملي خطوه الغربال دي. انما لو عندك الكبه هتستخدميه كله. بعد ما نزلناه اهو شايفين شكله، هبدا بالراحه خالص، هنزل واضغط عليه بالراحه، هينزل من الغربال وهوريكم شكله اهو بمنتهى السهوله. شايفين اهو بينزل، ما فيهوش اي كلكوعه ولا في اي حاجه ولا عجين ولا حاجه. بنزله بمنتهى السهولة جدا. زي ما قلت لك خطوة الغربال دي تستبدليها بمطحنة الخلاط اهو شايفين شكله. تمام، اهو هنحطها كده في او لو مفيش مطحنة خلاط برضو زي ما بوريك اهو هنحطها عادي في الكبة بتاعتنا بالسكينة في المرحلة دي، وهنبدأ نديها لفتين صغيرين، مش هنضغط عليها في اللف الخلاط علشان خاطر ما ينعمش قوي. وبعد ما ضربته ضربتين هوريكم شكله اهو مفيش فرق خالص. بس زي ما قلت لكم انا بحب اعمله بالغربال. تمام كده، بصوا بقى الفرق اهو مفيش فرق خالص. دوت اهو نزل، والتاني زي ما وريته لكم اهو. تمام كده، ده خلص كل الكميه بقى زي ما انتوا شايفين بالغربال بقى عادي جدا، وبنزله بمنتهى السهوله. خلاص كده معايا الكسكسي كده جاهز ان انا احطه في ياخد السوا بتاعه على البخار. عندي بقى لو عندك حله الكسكسي تمام، ما عندكيش هنحط حله ونركب عليها مصفى. تمام،
ونعمل لها شريط قماش كده بدقيق معمول بميه، مفيش اي مشكله خالص. هنحط بقى الشاشه بتاعتنا او القماشه بتاعتنا بعد ما الميه تغلي، ونروح حاطين فيها الكسكسي ونقفل عليها بالشكل ده ونغطيه لحد لما نيجي نخبط عليه كده نسمع صوت زي صوت الطبلة. طبعا انا شلت اي صوت خارجي خالص، وبعتذر، كان نفسي اسيب لكم صوت طبلة الكسكسي، بس اتشال معايا طبعا بقى في الحذف الاصوات الخارجية خالص عشان امنتج الفيديو وخليكم تستفادوا. خلاص انا نزلته بقى، هو دي اول سوا معايا للكسكسي، نزلته وفرفته كده بالمعلقة. عندي بقى مية، هبدأ ارش كده واقلب حلو جدا. طبعا انا برش والكسكسي سخن جدا، بس لازم نشتغل فيه وهو سخن. هديله بقى ميه وهنكتر الميه وما نقللهاش، نحس ان الميه كده معانا الكسكسي يبقى مش ناشف ومش طري عجينه. تمام، انا كل ما بحس انه محتاج بسيط بديله. تمام، اقلبه حلو بقى قوي كده كده بقى تمام جدا. في ناس بتحب تسويه كده، لا بجد انا بعمله مرتين سواء في الكبه او في الغربال بيدي نتيجه احسن من اللي بره. وفي ناس كتيره جدا جربته من اللي انا بعمله، بجد لقوا في فرق بين اللي بيتباع بره في المحلات، ان هو بيبقى التاني ناقص شويه علشان خاطر بيعملوه مره واحده بس او بيردوه مره واحده بس. لا انا كده خلاص المره التانيه دي هنزله بالغربال زي ما انتم شايفين كده. ههزه بقى كده، اي حاجه ناعمه هتنزل، وفي نفس الوقت هبدا بالراحه كده عشان ما اضغطش عليه، المه بعيد وابدا انزل بمنتهى الهدوء كده والسلاسه انزله من الغربال. طبعا انا الحله بتاعتي برضو متولع عليها وفيها الميه عشان خاطر تغلي شويه عشان نبدا نعمل عمليه التسويه التانية. تمام كده، شكله تمام جدا. يلا بقى هنحطه على البوتاجاز علشان خاطر ياخد المرحله التانية من السوا. نزلته كده وحطيته بقى، هبدأ اغطيه تاني في القماشة وهبدأ كده. هو خلاص خبطت عليه بقى خفيف جدا وبيديني صوت طبلة اعلى من المرة الاولانية. الكسكسي بتاعي جاهز اهو. تمام، طبعا نصيحة للي بيشتغلوا اوردرات او بيطلعوا اوردرات كسكسي او هتعملي كمية وتحطيها في الفريزر، ما تحطيش عليه سمنة، فرفتيه بالمعلقة كده. خلاص هو كده تمام. شايفين البخار وهو بصراحة تحفة ومستوي وجميل جدا. لو انت هتاكليه على طول تقدري تفكيه بالسمنة عادي، تحطيه معلقتين 3 سمنة وتبدأي تاكلي. انما لو هتشيليه في الفريزر وتعملي كمية وتحتفظي بيها، لا بلاش تحطي سمنة خالص. هنسيبه بقى ونيجي بقى نقدمه. لو احنا بقى سايبينه برد خلاص، هنجيب حلة هنحط فيها معلقتين من السمنة وهننزل بيه رشة حلوة كده من الفانيليا البودر، مش فانيليا سايلة، هنا مش بنحط فانيليا سايلة. وهننزل بكمية الكسكسي اللي معانا. تمام، السمنة بتاعتي اتقدحت كويس، وهنزل بكمية حلوة من الكسكسي كده اللي انت هتاكليه تعملي على قده. هبدأ اقلب بقى السمنة في الكسكسي بالشكل ده. طبعا انا بقى وطيت النار وهبدأ اقلب لغاية لما الكسكسي يتجانس مع السمنه كده ويختلط حلو. عايز اقولك الريحه طالعه رهيبه، والفانيليا حركه الفانيليا دي بتديله ريحه حلوه قوي قوي بجد. قلبته بقى كده بالشكل ده كده. الكسكسي جاهز معايا ان هو يتاكل، بجد ريحته تحفه، وجربوه بجد ان شاء الله يعجبكم. هنبدا نقدمه بقى في الطبق ونحط بقى عليه السكر البودر الجميل. هرش بقى رشه سكر حلوه كده، انا عامه بحبه بالسكر قوي قوي. والسكر ده انا برضو حاطه فيه فانيليا خام بودر ومقلباه فيها كويس جدا. حطيت بقى عليه رشه جوز هند. نبدا بقى ندوق الجمال ده كله. شايفين شكله بجد روعه، ريحته تحفه، قلب البيت كله مع الفانيليا. زي ما قلت لك حركه الفانيليا دي حلوه جدا. تقدري بقى لو بتحبي مكسرات بتحبي زبيب تحطي زي ما انت عايزه. ده الكسكسي عملته لكم النهارده بطريقه جدتي وجدتك بالغربال. اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتك، وان شاء الله اقدم لك وصفه في الناس اللي ما عندهمش غربال قريب باذن الله. واشوفكم في حلقات تانية كتير ان شاء الله. بس عايزه اقول لك لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي معايا، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وانتظروني ان شاء الله معاكم في حلقات تانية كتيره. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.